انت ليش عامل مشاكل بالحارة؟ ها كله عم يشتكي منك، حتى جارتنا ام الحروف اشتكت منك. شو مساوي؟ المشاكل هي اللي بتيجي لعندي يا حرام. عم اسألك لآخر مرة، ليش عامل مشاكل بالحارة؟ طول بالك، رح اتصل على رفيقي لتفهم الموضوع. هدي بالك يا عمود البيت، هلا بنفهم الموضوع. مرحبا ابو الجوج، شلونك؟ شو اخبارك؟ شلون خسارة تركس امبارح؟ حسيت انه وجعك وصل للصين. لا يا زلمة، كمان اليوم بدنا نسهر. الله يخلينا اياك يا رب. خلصنا، ليش عامل مشاكل بالحارة؟ خلص ابو الجوج، انت سكر وبنسهر المساء مشان طعميك خسارة تانية. الله معك. مو هذا اللي بيعرف المشاكل، هلا راح اتصل عليه. راح اتصل على اللي بيعرف المشاكل. مرحبا بقاسم، شلونك؟ شو اخبارك؟ ترى انا زعلان من ابنك، ليش بطل يتصل علي؟ خود ابي، هي بده يسلم عليك. اوف، مشان شو؟ هلا ابو قاسم، شلونك؟ شو اخبارك؟ شلونها اختي ام قاسم؟ الله يخلينا اياك يا رب. شو اخي، جلدك بطل يحكك على خسارة زهر؟ قوم تعال، حط الصباط برجلك وتعال لعندي، خليني ربيك من اول وجديد بالزهر. حبيبي خلينا اياك يا رب، ناطرك. الله معك، الله معك. راح جهز لك طاولة الزهر مع وحدة أرجيلة تفاحتين مشان تخسروا لأبو قاسم. ما على أساس بدنا نشوف ابنك ليش عامل مشاكل بالحارة. منشوف أبي خد من جيبة بنطلوني 100 ليرة، جيب لنا مكسرات، خلينا نسهر اليوم. عندي معركة زهر حامية الوطيس، لازمني فيتامينات. ألف طلب مثل هالطلب لعيونك.